الزوليزم اللي فاهم معكم جيسي اي كي. بعد الغياب اللي دام 3 سنين او سنتين ما على باليش خاطرش انا نسيت، وهذا كانت باسباب راح نذكرها بعد قليل، لانه اني حابه نشكر الناس اللي كانت متابعتني في الانستغرام وكانت معايا خطوه بخطوه في الديبرشن اللي كنت انا فيه، او اليوتيوب بيرنين اللي يقولوا له اليوتيوبر يتعب او يكره الشيء اللي يحبه. كما تعرفوا انا الشغف نتاعي والحب نتاعي هو انه انا نصنع الفيديوهات، وهذا الشغف توقف لمده سنتين كاملين. وبعد إلحاح كبير من الأصدقاء نتاوعي باش نرجع للقناة، أنا هاني اليوم رجعت على بالي بلي يعني تعبانة كما راكم تشوفوا، مازال ما تأقلمتش على وضع أنه نوض ونحط لاكام ونحاول أنه نحكي معكم من جديد، لكن لازم نعفس على قلبي وندير الشيء اللي نحب. أوكي، الأسباب كانت عديدة بصراحة، منها نفسية ومنها مادية ومنها عوامل يعني كانت الناس المحيطين فيا. وقت اللي قطعت فرد مرة وبدون أي إنذار، وهذا الشيء كان غلط مني. فأول سبب اللي خلاني أنا ما نكونش في القناة لمدة سنتين هو أنه نقلنا من منزل لمنزل آخر، وهذا المنزل يعني ما فيش إمكانيات اللي نقدر أنا فيها نصور، وكان لازم نهبط الإنترنت في الدار، والإنترنت اللي هبطها ما كانش بزاف واو باش نقدر نهبط كل يوم أو جور أبري جور فيديوهات كما موالفين في السابق. ثاني سبب واللي هو أنه الكاميرا نتاعي اتكسرت وراحت في الله يخلف، وتماك أنا كرهت وقنطت وقلت ما زيدش نهبط الفيديوهات على اليوتيوب لأنه حسيت الموضوع فيه شوية نحس. بعدها فترة مش طويلة بزاف سرقت لاشين ورجعتها الحمد لله، كانوا حيسبريميو لي كل شيء، كبريتها والحمد لله رجعت لاشين. ومن بعد كي دخلت لاشين لقيت باللي عندي مشاكل في لاشين، انذارات تحذيرات، باسكو كنت ندير كما قلت لكم محتوى ردة فعل. وبصراحة الفيديوهات أنا اللي كنت نديرهم ما كنتش راضية عليهم. أنا نحب الأشخاص المعنيين بالفيديو، نحب الكلام اللي كنت نقوله من قلبي هو فعلا موجه لهم، لكن ما بقيتش راضية عليه كحاجة أنا حابة نديرها في المستقبل أو حابة نكون صانعة محتوى بهذا الطريق، ندير ردة فعل. حبيت أنه نقدم حوايج ممكن تفيدكم، والحمد لله أنه المتابعين تبعي أنا من 18 إلى 35 سنة، وهذا الشيء شرف لي ويسعدني وجودكم معايا ومعايا ناس واعيين. فلذلك قررت نبدل المحتوى ونبدل الاسم باش يكون محتوى يليق بكم، والاسم يكون سهل، لأنه كانت عندي مشكلة في أنه الغاشي باش يحوسوا على القناة تاعي تجي صعيبة هدى رزاق لبزة، فاختصرتها في جيسي اي كي فقط باش هكذا تسهل عليكم، واللي يحوس جيسي اي كي تخرج له لاشين بلا ما يقعد يتعب في روحه. بالنسبه للمحتوى راني موجده بزاف حوايج حابه نشاركهم معكم، بما انه قلت لكم عرفت باللي اغلب الناس يتابعوني هما من 18 الى 35، وهذا شيء رائع جدا انه انا نستغل هذه المساحه نتاعي باش نقدم لكم الافكار ونشارككم الافكار اللي انا ممكن عندي علم بها. هذا هو سبب غيابي. انا نعتذر جدا، نعتذر منكم للناس الاوفياء كانوا يبعثوا لي على الانستغرام، نعتذر منكم بزاف باسكو كنت مقصره في حقكم وفي حق القناه، سمحوا لي بزاف، نحبكم ونموت عليكم وانتظروني، راح يكون مواضيع بزاف متواجده معنا وطرح معكم هذه الافكار. واذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وقولوا لي وشنو المواضيع اللي حابين نحكيو فيها او شنو هي المواضيع اللي ممكن نطرحوها يعني كاشخاص عقلاء. شكرا على حسن الاستماع، ونشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي اللي قريبا راح ينزل هنا او هنا. باي.